في حاجة غريبة بتحصل معانا كل يوم. بنغلط واحنا عارفين اننا بنغلط. بنشتري حاجات مش محتاجينها ونأجل قرارات مصيرية. بنضيع فرص ودايما نقول المرة الجاية هنتصرف صح، والمرة الجاية بنتصرف غلط برضه. طب ليه؟ الموضوع مش ضعف إرادة ومش قلة وعي، دي طبيعة بشرية. ودان أرايلي الباحث اللي قضى عمره يدرس تصرفات الناس وسلوك المستهلكين اكتشف ان الغلطات دي مش عشوائية، وكتب عنها في واحد من اشهر كتب الاقتصاد السلوكي الا هو كتاب Predictable Irrational. بيقول لك في الكتاب ده اننا مش عقلانيين ومش بنفكر بمنطق طول الوقت. المفاجأة اننا بنتصرف بغباء احيانا، بس بشكل متكرر ومتوقع. يعني هنفترض مثلا لو سجلت تصرفاتك لمدة اسبوع هتلاقيك بتقع في نفس الغلطات تقريبا وبنفس الطريقة. طب ايه السبب؟ السبب ان دماغنا مش جهاز منطقي صرف، هو فيه نظامين والاتنين شغالين مع بعض. واحد بيحسب ويفكر، والتاني عاطفي ومندفع. ولما يبقى الاتنين في صراع غالبا المندفع هو اللي بيكسب. انت عارف ان الموبايل الجديد مش فارق كتير عن النسخة اللي معاك، بس الاعلان بتاعه وكلام الناس لمس حاجة جواك، الاحساس والصورة والشياكة، فدفعت واشتريت. عارف انك مش هتروح الجيم غير اول اسبوع، بس لحظة الاشتراك حسيتك انك عملت حاجة جديدة وخدت خطوة، فدفعت وانتهى الموضوع. الكتاب هنا مش جاي يلومك، لكنه جاي يعرفك نفسك كويس جدا، ويبص معاك جوه دماغك ويقول لك شايف؟ مش لوحدك، الناس كلها كده، بس اللي بيفهم ده ممكن يتحكم في تصرفاته اكتر. السلسلة دي مش للتسلية، دي مراية هنبص فيها انا وانت كل مرة من زاوية مختلفة. وقبل ما تمشي فكر كده بصراحة، ايه اكتر مرة حسيت انك اخدت قرار غلط وانت كنت عارف ان القرار ده غلط؟ اكتب لي في الكومنتات عشان نبدأ نفهم الموضوع سوا. سلام.